عارفين الإحساس لما مش من حاجة تطلعوا حاجة بالجمال ده؟ أول حاجة كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ مين قال بقى ان احنا بنرمي قصايص القماش؟ بالعكس، ده احنا بنستغلها أحلى استغلال. أنا كان عندي شوية قصايص كده من المفروشات، آخر من شوية كانوا عندي. تمام. أخدتهم وقطعتهم على هيئة مكعبات، وبعدين تنيتهم على المكنة، والجزء اللي أنا صورت فيه طبعا عشان أنا اللي بصور اتحذف، فمش مشكلة، قلت أشرح فيه. أنا أخدت المكعبات دي وتنيتها بهيئة مثلث كده، تمام، ومشيتها على المكنة. بعد كده عملت الشوية الحلوين اللي قدامكوا دول. بعد كده قصقصت الخيط اللي ملوش لازمة وطبقتهم تمام قدامي عشان يبقوا سهلين للشغل. جبت بقى شكارة حلوة كده او شوال على حسب انتوا بتتكلموا فيها. الجزء اللي عدى ده النص التاني هعمل لكم بيه حاجة تانية حلوة. اخدتها بقى على المكنة، وطبعا عشان انا اللي بصور برضو انا اللي بصور وانا بتني، كنتش عارفة اشتغل. تنيتها من الاربع اجزاء بتاعتها عشان خاطر ما تطلعش الخيط بتاعها، تمام، تبقى شغالة معايا كويس وتمام. وبعدين بقى مسكتها على اول الخيط اللي انا تانياه كده، تمام، وحطيت اول جزء، اول مثلث. وبدأت بقى ارسم كده، واحدة جنب واحدة، واحدة جنب واحدة، تمام. زي انا لو ان شاء الله بس كده نظبط التصوير والدنيا هتبقى جميلة. هي واحدة جنب واحدة كده بالشكل ده كده، فبقت بالشكل ده. سجادة جميلة، تمام. ما هي فعلا الحاجة اللي هي معظم الناس بتفكرها خلاص ملهاش لازمة، احنا بنتفنن فيها ونطلعها حاجة من تحت ايدينا. جمالها جميلة جميلة جميلة. شوفي شياكتها وجمالها وتناسق الألوان بتاعتها، تحفة بجد. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.